الله يحييكم من مزاد نجران الأول للإبل. طبعا اليوم تفاجأت بالرجال ذا الصيعري وسبعين نعم، كان معنا في محالب شرورة. المنطقة والناس منا غنى مزاد نجران يفتح له جميع البنود أمرنا اللي بذل كل العطاء والبناء هذول الميرج نوي عطاء. احنا الحين في نهاية فعالية المغازر اللي هو المحالب. حصل على المركز الأول حسن بن سالم الخثل الصيعري. المركز الأول. بسم الله لا خلقنا من عدم وجود الحمد له جل شانه والشكر والثناء. الناقة هذه أول شيء يقولوا ما شاء الله ما شاء الله، والله يبارك له فيها 42 كيلو في يوم حلبت. طبعا من الإبل النادرة من المجاهيم وسرايرها طيبة، وهذه الناقة قدامك. نهدي وفوز لمير منطقة نجران اللي سوى لنا المهرجان ذي. ما نقول الا الشكر والتقدير لكم يا اهل المقام واهل اللجنه والاسعاف في هذا المهرجان نجران الاول. الشكر والتقدير. والله شفت ما يسرنا ويسر اهل المنطقه والزائرين المنطقه، شيء يثلج الخاطر، واحنا امور طيبه ان شاء الله. والله لا يهين اللي قام الفكره فيها وسعى فيها. اتمنى السنه الجايه ان شاء الله ان يواصلونا. والشعب في حكمهم ينعم بخير وهنا والشعب في حكمهم ينعم بخير وهنا. بسم الله لا خلقنا من عدم وجود الحمد له جل شانه والشكر والثناء. سخر لنا في وطننا كل خير وجود الشعب من فضل ربي في نعمه وهنا. في عهد سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومحمد الحازم العزم واللي عهدنا حكمنا للشريعه من عصور. الله يحييك في نجران والحب. يا هلا ومسهلا. من معي؟ معك سلمان حسن العبدلي ابو حسن من العباد العارضه جيزان العارضه. اول شيء نشكر امير نجران ومساعده، وهذا جمعنا به المزاد. ها سمعت يقول شاف العرض حق لوارك الاول وحب يشارك في لوارك اللي في جيزان، وانتم معه وحن معه ومع كل مطلق مثلك وشرواك ومثله. مرحبا باسم نجران واهلها واهل جيزان شجعان الرجالي. عشان الشمس يا شباب. صدقوا مرحبا مرحبا نجران واهلها. مرحبا باسم نجران واهلها. مرحبا باسم نجران واهلها. مرحبا باسم نجران واهلها. مرحبا باسم نجران واهلها. يوم انت لابس المقلب ستة سالم تعبان ستة واحد. ايوه مرحبا بالقبائل بمزادنا وارك في سهلها. مرحبا بالقبائل عند ربعي. مرحبا بالقبائل
كل قطاعات الدولة. وجه الأمير جلوي ونائبه بتواجدهم. عبد العزيز سعود ومحمد الحازم العزم واللي عهدنا حكمنا للشريعة من عصور الجدود. الشعب في ظلهم حقق جميع المنى. هذا الأمير جلوي عطاهم لا حدود. معادل المنطقة والناس منه غنى. مزاد نجران يفتح له جميع البنود. أمرنا اللي بذل كل العطا والبناء. يساعده نايبه تركي عظيم الجهود. كم واحد من عطاياه اكتفى وقتا. تخيلوا أنا في مستشفى في الربع الخالي. المستشفى هذا في مزاد نجران للإبل الأول. مستشفى كامل، مختبر أشعة، أسنان، طبيب طوارئ، كل ما تحتاجه موجود. شكرا للشؤون الصحية وشكرا لكل القطاعات سواء الأمنية أو غيرها اللي ساهموا في هذا المهرجان. الله يحييكم. ما زلت في مزاد الإبل الأول في منطقة نجران، ولكن اليوم أنا في مقر الأخ جمعان أبو ظهير القحطاني. أولا نشكر الله على نعمة الأمن والإيمان. ثانيا نشكر ولاة الأمر، ونشكر أمير منطقة نجران ونائبه والقائمين على هذا المزاد على التنظيم وعلى العمل الطيب فيه. بس يا أبو ذعار، أنت قلت أنت كلمة أول ما جيتك، قلت أنت يا أبو مهند ماذا بمزاد؟ هذا مهرجان. والله صحيح هذا مهرجان. ليش أطلقت كلمة مهرجان؟ مهرجان أنا أقول لك ليش قلت مهرجان، لأنه جمع فئات كبيرة من القبائل وحلال قوي جاء في السوق، ومجتمع كبير جاء مجتمع كبير. ونحمد الله على كل حال على نعمة الأمن ولا الأمن وقيادتنا الرشيدة ما اجتمعنا بهذا الاجتماع في هذا المكان. من مزاد نجران الأول للإبل نلتقي بالأخ الغالي جابر بن مانع بن سران أبو ساق. أول شيء الله يحييك ونشكر حكومتنا الرشيدة، خادم الحرمين وولي عهده وأمير منطقة نجران سيدي صاحب السمو أمير منطقة نجران جلوي بن عبد العزيز ونائبه. المزاد طيب وتجمعنا من أنحاء المملكة، تعارف ومقابلات، والحمد لله المزاد ناجح وكل شيء طيب، والحمد لله على كل حال. نطمع أن يكون مزاد ومزايا. طبعا احنا في مخيم أبو ساق، هذول شبابهم مقبلين بزامل، والزامل ترحيبي بالضيوف وبشيبانهم اللي شاركوا معهم، وهذا من حسنات المهرجان. السلام عليكم يا سلامي على سيفي ودرع الحصين، عد ملاح براقه وهلة مزونه، ربعي اللي بنوا للعز قصر ثمين، ربعي اللي بنوا للعز قصر ثمين، شام خم بالمواقف والذرى في ركونه. سلامتكم. الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم، عطوا من وقتهم ومن مالهم ومن جهدهم ومن راحتهم في سبيل ما يرفع وينومس ويجمل، والله يجملنا وياه. صلوا على النبي. هالمخيم ابو حسين حنيا الخمسه معطين لك بكره عفراء وانت تستاهلها، انت واقف معنا من يوم بدا لليوم وتستاهل اكثر نفت وجهك. ولا البكره خلوها لكم حرام علي، حرام علي. خلاص صلوا على النبي. أنتم جملتونا وجيتوا في ذا الموقف اللي الله يبيض وجيهكم بيضا تدريب هذا نويد. حبينا نشارككم في ختام حفلكم بذا الزامل، وانتم اخوان ولا لكم الا على ذا الطريق اللي انتم سرتوا فيها، والله يبيض وجيهكم. يقول يا سلامي عليكم يا بني عمي في مكان
يجمل صرخة اللابة. صفكم لا وقفتوا يجلي الهمي يا سيوف الوغى لحمية الحال. وقال سلام يا روس رجال المنيفة، سلام يا روس رجال المنيفة، دعوة لبوساق ولا قلت بوساق. قمة جبل عيطة، قمة جبل عيطة ملاذ مخيفة، من دونها تاريخ مجد وميثاق. روس تقدم في الأمور الكليفة، روس تقدم في الأمور الكليفة، وقوم الها في كل ناموس معلاق. شيبانهم برق ترعت قنيفة، وصبيانهم كلا على النعم سباق، و70 نعم. ايش تقول؟ أشكر الأمير جلوي والأمير تركي في منطقة نجران المزاين. الدكتور حسن بن علي بن عبد الرحمن أبو ساق. والله موقع المهرجان مناسب، وأتمنى من ولاة الأمر أنه يثبت على أساس أنه موجود على شارع عام، وفي كل الموجودين يعني في منتصف الطرق. فأتمنى إن شاء الله أنه يثبت من ولاة الأمر. جميع الشرائح بصفة عامة بدون تحديد، في مشاركة واجتماعات وتعايش وتعارف، ونحمد الله ونشكره حتى إلى حد أنهم جاءوا من قطر ومن دول الخليج. هادي بن علي آل سليم. طبعا الرجال ذا من الناس اللي يحبون البل ويتعايش معها، وله مقتنيها وارثها ابن عن جد، واللي أجداده وأبائه مع البل لها محبة خاصة. أول شيء الله يعز دولتنا وينصرها وعلى من عادها، والله يخذل عدوها. آل سعود غيث على الدنيا كلها، ولولا حكم بن سعود ورفاهة بن سعود اللي مرفهها على شعبه ما حنبهنا في ذا الصحراء. كهولة وارك نحبها حين هالنجران، نحبها ليش غيرها. مرني واحد إن الله يكفر شره، ما عاد نقول شيء، وراح من بلي 4 بسبب عينه، ومنها واحدة ضقت منها لأني أنا ما قدني أصلي، بركت جنبي وحطت رقبتها على كتفي. بكيت طبعا، حتى هذا الحين مغتص. وسلامتك، الله يخلف عليك، الله يجزاك خير. والله حتى أني تأثرت. الله يحييكم. معنا أخوي الغالي جابر بن حسن أبو ساق. طبعا هو في لجنة الإصلاح، وأنا شفته صيده، قلت لازم أسوي لقاء معك. أول شيء الحمد لله رب العالمين، والله يعز حكومتنا ويحفظ لنا أمننا وولاة أمرنا، ويديم علينا نعمة الأمن والسلام. هذا المزاد وضع لخدمة ملاك الإبل، والحمد لله أنه أدى الدور اللي رسم له على أحسن وجه، والناس استفادوا ملاك الإبل، ولكنه كان له دور ثاني أكبر من الدور اللي رسم له، وهو اللحمة. أصبح مهرجان ما هو مزاد، وصار فيه لحمة وطنية أكثر بين فئات المجتمع، ودخل السرور إلى قلوب الناس، وعرف الأجيال الجديدة بموروثهم الشعبي من الأحكام من الإبل، ومن الأشياء اللي تعلق بها، ومن العادات والتقاليد، ومن الزوامل. وكان متنفس لأبناء المنطقة، وموقعه موقع استراتيجي. أيد الموقع أولا قريب من وادي الدواسر، وقريب من عسير، وقريب من المناطق المحافظات الشرقية مثل شرورة والمناطق القريبة منها تماني، وقريب من بلاد من حبونة ومن ثار ومن إيدمة ومن المحافظات الشمالية ومن منطقة نجران.
سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز على دعمهم المستمر لكل ما يخدم المنطقة والوطن، والشكر موصول لكل من سعى من لجان منظمة ودوائر حكومية لإبراز هذا المهرجان بالشكل المطلوب. من مزاد نجران الأول للإبل، طبعا نسمع الشيلة الجميلة اللي قالها الشاعر حسين بن مانع بن محماس العامر، طبعا لأنه يحب الإبل ومن رجال فيهم خير. ويا مرحبا والله مسهل لي الشرف اني التقيت بالشاعر. ودنا اول شيء من اللي شال الشيله؟ الله يحييك ويا مرحبا ويا مسهلا، الساعة الطيبة ومقابلكم شرف وثناك فخر لي والله اني صادق. الشيله طال عمرك سويتها عن طريق محمد بن دلبج المري بتعاون، هو اللي شالها. نعم بتعاون بيني وبينه ولا قصر بما كلمات طول الله عمرك. يقول بسم الله اللي خلقنا من عدم لوجود، الحمد له جل شانه والشكر والثناء، سخر لنا في وطننا كل خير وجود، والشعب من فضل ربي في نعيم وغنى. في عهد سلمان بن عبد العزيز السعود ومحمد العازم الحازم ولي عهدنا، حكامنا للشريعة من عصور الجدود، والشعب في ظلهم حقق جميع المنى. هذا الأمير جلوي عطاه ما له حدود، معادن المنطقة والناس عنه غنى. مزاد نجران يفتح له جميع البنود، أميرنا اللي بذل كل العطاء والبناء، ويساعده نايبه تركي عظيم الجهود. كم واحد من عطاياه اكتفى واغتنى. في مهرجان انتباه شربه جميع البدود، اللي حضر من هنا واللي حضر من هنا. البدو ساقت له البل من جميع العدود، كانها تخيل قنيف مبارقه له سنة. يا مرحبا بالضيوف ومرحبا بالوفود، اسطورنا للمشارك والضيوف دهنا في ظل حكامنا وملوكنا للسعود، والشعب في ظلهم ينعم بخير وهنا. سلامتك. بسم الله لا يخلق